المدرب العجوز اللي ضحك على أوروبا كلها وكسر كبرياء الكبار. كل الناس كانت بتقول عليه قديم ومفروض يعتزل، لكن فجأة قلب أوروبا فوق تحت. مدرب بيلعب بأسلوب دفاعي متحف كأنه في السبعينات، بس خد بيه بطولة أوروبا قدام عمالقة زي فرنسا وأسبانيا والبرتغال. دي قصة أوتو ريهاجل، الراجل اللي العالم كله ضحك عليه وهو كان بيخطط يضحك عليهم ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أدهم حجازي في حلقة جديدة من ما وراء الخطة. النهاردة هنغير أسلوب القناة شوية، وبدل ما هي ما وراء الخطة هنخليها ما وراء الظل. هكلمك عن مدرب ممكن 90% مننا محدش يعرفه، لكن الراجل ده عمل اللي كلنا نعرفه. الراجل ده اللي كسب البرتغال في نهاية 2004 بطريقة أسطورية، بعد ما كسب البرتغال على أرضها وفي وسط جمهورها. قبل يورو 2004 مفيش حد كان بيحسب حساب لليونان، بلد ما كسبتش أي بطولة قبل كده، ما فيهاش نجم سوبر ستار، وأسلوبها الناس كانت بتقول عليه دفاعي وممل، ومفيش شخصية يبقى مش هتكمل، حتى دور المجموعات مش هتعديه. أوتو ريهاجل قال لأ، مدرب ألماني وعنده 65 سنة وقتها، ومعروف بأسلوبه الكلاسيكي اللي كان باين عليه إنه اتدفن من سنين. أوتو قرر يعمل المستحيل بس بطريقته، قفل الملعب كويس وعمل دفاع مرعب من أول المهاجم لحد حارس المرمى. لعب على المرتدات والكرات الثابتة، وبنى فريق مش بيهجم كتير، لكن أول ما يهجم بيفاجئك. اختياره للعيبة ما كانش بالأسماء، كان بالمجهود والانضباط، ومفيش حد بياخد وضع نجم الفريق، كله كأنهم جندي في كتيبة. اليونان وقعت في مجموعة الموت حرفيا، البرتغال منظم البطولة واسبانيا وروسيا، وطبعا الناس قالت له شكرا على المشاركة. بس تعالى للمفاجأة بقى، اليونان كسبت البرتغال في أول ماتش واتعادلت مع اسبانيا واتأهلت، وبعدها خرجوا فرنسا في ربع النهائي اللي كانت وقتها بطلة أوروبا أصلا. خرجوا التشيك في نص النهائي اللي كانت بتلعب أحلى كورة وقتها، وفي النهائي كسبوا البرتغال تاني على أرضها. أوتو ريهاجل عملها، والمدرب القديم بقى أسطورة من أساطير أوروبا في زمن كانت كل الفرق عايزة تلعب كرة هجومية واستعراض. لكن جه راجل عنده 65 سنة وقال النتيجة أهم من الجمال، وفعلا التاريخ ما افتكرش مين لعب أحلى، التاريخ افتكر مين كسب. أوتو ريهاجل الراجل اللي ضحك على أوروبا كلها وعلمهم إن الكورة مش دايما للموهبة، هي بس محتاجة شوية عقل. لو عاوز تعرف قصص تانية المدربين غيروا تاريخ اللعبة من غير ما يكونوا النجوم، اكتب لي في الكومنتات وقول لي تحب اتكلم عن مين، وما تنساش اللايك والسبسكرايب يا نجم. كان معكم أدهم حجازي مما وراء الخطة. سلام.